وسهلا مشاهدينا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناه الناعمه فاميلي. عدنا من جديد بالجزء الرابع. كما وعدتكم بانه غادي نحط لكم الحلقات يعني مقسمين. اللي بغى يفهم الحلقات اللي قبل دخلوا باش تعرفوا شنو هاد التحضيرات كامله وشنو هاد الشيء كامل. فمرحبا بكم الاخوات عندنا. اليوم الفيديو غيكون عاوتاني خاص بتحضير المعلكه وكيفاش كانت الاجواء. مهم خليكم معايا مع طريقه التحضير، وما تنساوش تخليوا لي اللايك وتعليق زوين. شكرا. ونبداو على بركه الله. غادي نحط المقادير امامي وكل مكون غنخدم به غادي نوريه لكم ايطاب باغ ايطاب. اول حاجه عندي غناخذ 6 ديال البيضات كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي ناخذ 2 ديال الساشيه ديال الفاني، ومن بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الملحه حسب الذوق، يعني واحد القريصه ديال الملحه باش كتجي ديالنا بنينه. هانتوما كيشفتوا. ونخدم بيدياتي غادي نخلط فيهم دوك المكونات، وغادي نضيف معها 3 الكيسان ديال السكر كلاصي كما شفتوا، ومن بعد غادي نضيف 2 معالق ديال الزبده و2 معالق ديال الكونفيتور. من بعد غادي نضيف واحد النكهه اختياريه، زهره البرتقال كما شفتوا كانت عندي منها باقي شي شويه، كتجي زوينه اخوتي في المذاق. ضفتها مع الخليط ديالي. وانا خدينا كيلو ديال الكاوكاو باش يعطي المقدار ديال كيلو ونص. خدات كيلو ديال الكاوكاو مطحون كما شفتوا، ومن بعد غادي نضيف واحد معلقه ديال الكاكاو زدتها مع الخليط ديالي. وهنا جبنا كيلو ديال الكوك، غادي ندير القياس منه يعني عيني ميزاني كما كتشوفوا. غادي نضيف غير شويه باش نقدر نجمع القوام وتجمع ليا يجمع ليا الخليط. وزدت معاها 2 ديال الخمارات حمرين فقط وصافي. هانتوما كما غتشوفوا معايا بقينا كنجمعوا في الخليط شويه بشويه حتى تصبح عندي بهذا الشكل هذا اللي غادي تشوفوا امامكم. وهنا مشاهدينا كما كتشوفوا من بعد ما جمعت الخليط ديالي وصبح على هذا الشكل هذا، دابا الان كناخذهم على شكل كويرات صغار. وجبت واحد الاناء فيه سكر كلاصي كما كتشوفوا، وكان نكور وكنحطهم في سكر كلاصي، كنغطيهم بسكر كلاصي. ها انتم كما شفتوا صافي. من بعد ما كيكون تغطى بسكر كلاصي كامل، كنجيب واحد الطاوه ديال الفرن وكندير الورق ديال الطبخ وكنحط فيها على هذا الشكل اللي كتشوفوا امامكم. بالنسبه للطريقه ديال التزيين غادي تشوفوا معايا كناخذ بيضه، غادي ناخذ الابيض ديال البيضه، يعني غادي نفرق الصفار على الابيض، وغادي ناخذ الكركاع ديالي بعد ما تكونوا نقيتوه وقديتوه وغادي تاخذوه بحال هذا الشكل هذا. كنغطسها في الابيض ديال البيض وكنوضعها فوق المعلكه ديالي هكا باش كتلصق مزيان وما كتحيد. يعني هانتوما كي كتشوفوا الطريقه امامكم، يعني كنوضع الكركاعه في وسط الابيض ديال البيض مزيان، كنغطسها فيها مزيان وكناخذها وكنلصقها على المعلكه ديالي. ولا وصلتي حتى لهاد اللقطه في الفيديو ما تنسيش تخلي لي داك اللايك ديالك وتعليق زوين كي جاتك المعلكه ديالنا، واشتراك في القناه اذا كنتي لاول مره كتصادفي بالقناه. مرحبا بك. قناه اللي هي عائليه متنوعه، ما تنسيش تضغطي على الجرس باش يوصلك الجديد ديالنا، وشكرا لكم. هاد اللقطه غادي نخليها تشرح لكم كيفاش توضعوا المعلكه في الفرن. ما تبقاش في الفران بزاف، ما تبقاش في الفران بزاف وتكون ديريها في الفران بلا حتى تبدا تشقق وتعاودي تطلعيها تكمليها بها الفوق وما تبقاش في الفران بزاف صافي. ولا كنتي ديريها في الفران ديال الغاز ما شاء الله. هانتوما هادشي مازال ما طابش. هادشي
غادي نحطوها على وشها الا كنتي غديريها في الفران ديال الضو صافي تشعلي الفران من الفوق ومن التحت. بالنسبه للمعلكه ديالنا غادي نخليها لكم في اخر فيديو. هنا النهار الثاني كما كتشوفوا معايا الطبق ديال الرفيسه. كما عارفين العادات والتقاليد كيوجدوا فيها الناس الرفيسه. هنا تبارك الله على مرات عمي اللي كانت واقفه على الشغل. شوفوا كيفاش جا الطبق تبارك الله عليها والله يعطيها الصحه. تباركم كاملين تقولوا لها الله يشافيها يا ربي ويخلي لها الصحيحه. يعني كانت واقفه على الشغل ديالها وكانت تبارك الله يعني داكشي مغيز. حتى من الطبق راني خليت لكم لايف فيه كان نحضروا معكم الطبق وكيفاش كانت الاجواء وكيفاش كانت تبارك الله القصعه اللي تحطات ما كترجع فيها حتى حبه. داكشي كان هائل فتبارك الله عليها والله يحفظها لينا يا ربي. وتبارك الله على الجميع اللي كان كل واحد فينا كان داير الواجب ديالو درنا اليد في اليد باش تبارك الله خرج داكشي غزال وفن. غادي نخلي لكم بعض المقتطفات من الاجواء اللي دوزنا وبالنسبه لللايف راه باقي مسجل باش تعرفوا التفاصيل. وهنا مقتطفات ديال الحلقة الماجية إن شاء الله. نهار أو صباح الذبيحة كيفاش كانت الأجواء شنو حضرنا في الفطور وشنو دوزنا من أجواء زوينة تبارك الله. فهنا غادي نخليكم وغنقول لكم إلا مازال ما اشتركتيش اشترك في القناة باش يوصلك الجديد ديالنا إن شاء الله. وخليتكم على خير واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.